النهاردة هنشرح تمرينة الرير ديلت هاي رو كيبل. التمرين ده العضلة المستهدفة الرئيسية هي البوستيريور ديلتويد عن طريق حركة السكابيولار الدكتور اللي هي حركة اقتراب لوحين الكتف من بعض، والعضلات دي بتبقى حركتها ديناميكية، وبتقوي برضو عضلات البوستيريور تشين والإريكتور سباينية عن طريق الحركة الاستاتيكية. طيب تعالوا نشوف مع بعض الأداء. هتقعد على الجهاز وهتمسك المقبض ماسكة برونيتد جريب. هتبدأ تسحب البار ناحية الأبر تشيست وتبدأ تخرج النفس، تعمل عملية اكسهيل، وطبعا تبقى محافظ على الكوع يبقى في مستوى كتفك. وبعد كده هتبدأ ترجع بالبار ببطء وتحافظ انك تبقى بتاخد نفس، تعمل انهيل وترجع لحد اما تفرد دراعك للآخر. وطبعا هتكرر على حسب المجموعات والتكرارات بتاعتها. تعالوا نشوف التحليل الحركي مع بعض. الحركة طالعة من مفصل الكتف اللي هو الشولدر جوينت، بنسمي الحركة هوريزونتال ابدكشن. عندك بقى الترابيزس والرامبويدز بيعمل ادكت للسكابيولا اللي هي لحو الكتف، والحركة دي بنسميها ريتراكشن. عندك برضو إريكتور سباينيه والجلوت ماكسيموس، ده بيعمل ان هو استابلايز للترانك بتاعك اللي هو الجذع بتاعك، بيثبت الجذع بتاعك فبيشتغل معاك برضو، بس طبعا عن طريق الحركة الاستاتيك. تابعنا عشان تعرف الأداء الصحيح والتشريحي لكل تمرينة، واكتب لنا في الكومنتات ايه التمرينة اللي عايزنا نشرحها، واوعى طبعا تنسى الفولو والشير عشان كل يستفاد ويتمرن صح. شكرا ليكم.